الفرق ما بين معاملة الأم للبنت ومعاملة الأم للولد. والله ما هسيبك النهاردة. في ايه يا ليلي؟ هو عمل لك ايه؟ كسر لي الموبايل وبوظ لي اللابتوب وقطع لي التيشيرت. وايه المشكلة يعني؟ اكيد ما كانش يقصد. ايه يا ليلي؟ خلصت مذاكرة ولا لسه؟ تقريبا خلصت يا مامي، ذاكرت 9 دروس وفاضل لي درس واحد. فاضل لك درس؟ طب اعملي حسابك انك مش نايمة النهاردة الا لما تخلصيه. ايه يا مودي؟ خلصت مذاكرة ولا لسه؟ انا اصلا لسه ما بدأتش، بس حاسس ان انا تعبان وعايزه انام. خلاص يا قلب مامي، قوم نام وبقى كمل بكرة، مفيش مشكلة. مين اللي كان على الباب يا ليلي؟ ده الدليفري يا مامي، جايب الاوردر اللي انا طلبته. اوردر وطلبتيه؟ بكام الاوردر ده؟ 10 جنيه بس يا مامي. 10 جنيه؟ انت عايزة تبوظي لي ميزانية الشهر؟ مين اللي كان على الباب يا احمد؟ ده الدليفري يا مامي، جايب الاوردر اللي انا طلبته. وبكام الاوردر ده يا مودي؟ ب950 جنيه بس يا مامي. بس احلى حاجة بحبها فيك انك مش طماع وبتحافظ لي على ميزانية البيت. ايوه يا ماما يا حبيبتي. لا طبعا عمري ما بفرق في المعاملة ما بين الولد والبنت، ما انت عارفاني.